أهلا بكم مع فيلم جديد من قناتكم المفضلة دايما قناة البش ملخصاتي. وفيلمنا النهاردة من فيلم اسمه ذا برستيج. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وتعملوا سبسكرايب للقناة لو لسه ما عملتوش، وفعلوا زرار الجرس علشان يوصل لكم مننا كل جديد. بيبدأ الفيلم في المحكمة وبنعرف إن المتهم اسمه جوردن، وبيكون متهم بقتل الساحر أنجر وقت ما كان بيعمل خدعة سحرية، وبيظهر بعدها الخدعة اللي اتقتل فيها أنجر، وبتكون عبارة عن إن أنجر بيختفي فجأة من على المسرح وبيظهر في صندوق مليان بالمية، والمفروض إنه بيقدر يخرج بسرعة من الصندوق. لكن بيتكلم الشاهد وهو مستر جون مساعد أنجر إنه في اليوم ده شاف جوردن وهو بيرفض يساعد أنجر وبيرفض إنه ينقذه أو يفتح له الصندوق. بتبدأ الأحداث ترجع فلاش باك وبنعرف إن أنجر وجوردن كانوا أصحاب وبيشتغلوا مع بعض في الخدع السحرية، وبتكون جيليا مرات أنجر بتشتغل معاهم هي كمان في الخدع السحرية، وكانت بتختارهم من وسط اللي موجودين وكأنها اختيارات عشوائية، وكانوا بيربطوا إيديها وتنزل في صندوق المية، وكانت بعد كده بتنجح إنها تفك نفسها بسرعة وتخرج من الصندوق وتنقذ نفسها. وكل اللي كانوا حاضرين بينبهروا أول لما بيشوفوا الخدعة دي. وفي يوم بيقول جوردن إن العقدة اللي بيعملوها ضعيفة وممكن يتفك الحبل قبل ما تنزل في الصندوق، وساعتها بقى تكتشف الخدعة وبيقترح إن العقدة تكون أقوى من كده. وبنشوف مستر جون وهو بيعترض على فكرته وبيقول له إنه صعب إنها تقدر تفك الرابطة وتخرج من المية بسرعة. وفي العرض اللي بعد كده وبعد ما بتختارهم كالعادة يعني علشان يعملوا الخدعة ويربطوا العقدة زي كل مرة، لكن المرة دي بيعمل جوردن اللي هو مقتنع بيه وبيربط العقدة رابطة مزدوجة، وبتنزل جوليا في المية وما بتقدرش إنها تنقذ نفسها، وبيحاولوا مع كل المساعدين إنهم ينقذوها لكنهم مش بيلحقوا وبتموت جوليا في اليوم ده. وفي جنازة جوليا بيقابل أنجر جوردن وبيسأله عن السبب اللي خلاه يربط رابطة مزدوجة، لكن جوردن ما بيكونش عنده رد فبيقرر إنه يسيبه ويمشي، وبيدخل أنجر في حالة اكتئاب بعد موت جوليا. أما جوردن بقى فبيقرر إنه يكمل في الخدع السحرية وبيستعين بمساعد ليه اسمه فالوم، وبيزورهم بعد كده جوردن في بيتهم، وبيتعرف جوردن على سارة زوجة فالوم وبيعرف إنها حامل كطفل، وبيفرح جوردن لما بيعرف الخبر ده، وبيفضل يتكلم مع سارة عن الخدع الجديدة اللي هو بيفكر يعملها، زي إنه مثلا ممكن حد يضربه بالمسدس ويقدر إنه يمسك الرصاص قبل ما تقتله. وبيكمل كلامه معاهم وبيقول لهم إن الخدع بالرغم إن أفكارها بسيطة إلا إنها محتاجة تركيز عالي جدا علشان تتنفذ والناس يصدقوها. وبنعرف كمان إنه عرض الأفكار دي كلها قبل كده على أنجر وجون، لكنهم كانوا شايفين إنها أفكار فاشلة وما تستحقش إنهم ينفذوها على المسرح، ولكنه قرر إنه ينفذها لما انفصل عنهم. وبتدور الأحداث بعد كده وبنعرف إن أنجر ما قدرش ينسى خيانة جوردن ليه وإنه كان بيستغل الفرصة علشان ينتقم لموت زوجته جوليا. وبنشوف بعدها جوردن وهو بينفذ خدعة المسدس وبيختار واحد من الجمهور، وفجأة بيظهر أنجر اللي فعلا بيكون مستعد علشان يخلص على جوردن وفعلا بيضربه بالمسدس، لكن فجأة بيظهر فالوم مساعد جوردن وبيقدر إنه يزقه قبل ما الرصاصة تقتله وبتسيبه بس في إيديه. بنروح بعد كده لجوردن وهو بيحاول يقنع أنجر إنهم يرجعوا يشتغلوا في الخدع السحرية تاني لأنه مش هيقدر يغير شغله في السن الكبير ده، وكمان بيجيب له بنت جميلة اسمها أوليفيا وبيقول له إنه لازم يكون في بنت جميلة علشان تقدر تسحر الناس اللي بتتفرج على الخدع. بيقتنع أنجر فعلا بكلام جون وفعلا بينفذوا خدع سحرية وبيرجعوا يشتغلوا مرة تانية مع بعض. وفي يوم من الأيام وأثناء ما جوردن كان بينفذ واحدة من الخدع دي بيطلب كمان واحد وواحدة من الجمهور علشان يساعدوه في الخدع بتاعته، لكن بيتفاجئ إن الشخص اللي اختاره يبقى جوردن واللي بيبوظ له الخدعة بتاعته زي ما عمل مع أنجر قبل كده، وكمان بيتسبب إن الست المتطوعة اللي اختارها أنجر من الجمهور تتصفي إيديها وبيبوظ العرض كله. وبيظهر بعدها صاحب المسرح وبيقرر إنه يطرد أنجر وكل اللي معاه، وبيقرر بعدها أنجر إنه يطور من الخدع اللي بيعملها دي ويبعد عن الحاجات التقليدية، وعلشان كده بيقرر إنه يزور العالم تسلا وبيطلب مساعدته إنه ينفذ اختراع يقدر من خلاله يعمل بيه خدع سحرية تبهر كل الناس اللي بتحضر له. بيفضل أنجر دايما شايف إن جوردن أقوى منه في الخدع وعلشان كده كان دايما بيحضر له العروض بتاعته. وفي يوم من الأيام بيشوف جوردن بيعمل حركة وما بيكونش قادر يفهم تفسيرها، وهي عبارة عن إنه بيختفي في مكان على المسرح لكنه كان فجأة بيظهر في مكان تاني وبسرعة كبيرة جدا. بيكون أنجر مشغول جدا بالخدعة دي وبيكون عاوز يعرف تفسيرها بأي طريقة، وعلشان كده بيبعت المساعدة بتاعته أوليفيا علشان تخدع جوردن وتقنعه إنها تشتغل معاه وبالتالي تعرف سر الخدعة اللي بيعملها. وبتقدر أوليفيا إنها تسرق المذكرة اللي بيسجل فيها جوردن الخدعة بتاعته، لكنهم بيتفاجئوا لما بيلاقوا إن جوردن مش مسجل الخدعة في النوتة دي. وبيقول جون لأنجر إنه لو عايز يعمل الخدعة دي فلازم إنه يجيب حد يكون شبهه بالظبط بحيث إنه يختفي من المكان والشخص اللي شبهه يظهر بسرعة من الجنب التاني من المسرح. وبيعجب أنجر جدا بالفكرة اللي قالها جون لكنه بيفضل محتار لأنه جوردن بيقدر إنه يعمل الخدعة دي بدون ما يحتاج لحد شبهه يساعده فيها، وبيقدر فعلا أنجر إنه يلاقي حد شبهه وبيبدأ ينفذ الخدعة دي وبينبهر بيها الناس في البداية. ولكن في يوم من الأيام وهو بينفذ الخدعة دي بيظهر له جوردن اللي بيبوظ له العرض، وبيظهر بعدها أنجر وهو متعلق ومربوط وبيقدر جوردن إنه يبوظ له الخدعة بتاعته مرة تانية. بيروح أنجر مرة تانية لتسلا علشان يشوف الاختراع اللي طلبه منه، لكن تسلا بيقول له إنه لسه في تعديلات فبيتصاب أنجر بالإحباط وبيسيبه وبيمشي. وفي الطريق بيتفاجئ أنجر إن الجهاز شغال ومش محتاج أي تعديلات وإن فعلا أي حاجة بيحطها تسلا في الجهاز بيحصل لها استنساخ، وهي دي الفكرة اللي كان محتاج أنجر إنه ينفذها. وده بعد ما شاف كمية كبيرة من طواقي الساحر واللي كان بيحطها تسلا في الجهاز وهي موجودة في الجنينة. بنتفاجئ بعد كده إن أوليفيا لما راحت لجوردن قدر إنه يشغلها لصالحه وإن هو اللي اداها مذكرة
معسكرات وهمية علشان تديها لأنجر، وده لأنها ما كانتش فيها أي أسرار للخدع اللي بيعملها. وبيظهر بعدها أنجر وهو بيستخدم الجهاز اللي قدر العالم تسلا إنه يعمله له، وبيكون قدر إنه ينفذ خدعة الراجل الخفي بكل سهولة. وبنروح لسارة بعد كده اللي بتكون شاكة إن جوردن بيخونها مع أوليفيا، لكن جوردن بينكر إنه على علاقة بيها أصلا، لكن سارة مش بتصدقه وبتقرر إنها تنتحر. بنروح بعد كده لليوم اللي مات فيه أنجر، وبتظهر الحقيقة لما بنعرف إن أنجر لما وقع في الصندوق في اليوم ده حاول جوردن إنه يساعده ويكسر الصندوق علشان ينقذه قبل ما يغرق في المية، لكنه ما قدرش وبيموت أنجر في الآخر. وبنعرف بعدها إن جوردن اتحكم عليه بالإعدام لأن كل الشهود شهدوا ضده. بنتصدم بعدها لما بنشوف إن أنجر بيزور جوردن في السجن مع بنت جوردن، وبيقول له إنه قدر يسمي نفسه باسم جديد، وبيفضل يعصبه وبيقول له إنه هيقدر يربي بنته بعد ما اتعدم. وكمان بعد ما سارة انتحرت بيفضل جوردن يسأله عن السبب اللي خلاه يعمل كده، لكنه ما بيردش عليه وبيسيبه وبيمشي. وبيفضل جوردن يصرخ ويقنع الشرطة إن الشخص ده يبقى أنجر، لكنهم مش بيصدقوا وبيسيب أنجر المكان وبيمشي. بيروح بعدها فلوم علشان يزور جوردن في السجن قبل ما يتعدم، وبنتصدم بقى لما بنعرف إزاي كان جوردن بينفذ خدعة الاختفاء، وهي إنه كان له أخ توأم، وإن واحد منهم كان بيختفي من المكان وبيظهر التاني من مكان تاني بأقصى سرعة عنده، وإنهم كانوا عايشين كأنهم شخص واحد، وإنه لما كان حد منهم بيظهر كان التاني بيختفي أو كان بيتنكر في شخصية المساعد فلوم. بنعرف كمان إن جوردن كان فعلا بيحب سارة ومخلص ليها جدا، لكن توأمه بقى هو اللي كان على علاقة بأوليفيا، وعلشان كده سارة لما كانت بتشوفه بيتعامل كويس مع أوليفيا كانت بتفتكر إن جوردن بيخونها وإنه مش بيحبها وكده يعني، وعلشان كده انتحرت، وده لأنها ما كانتش تعرف إن جوردن يبقى له توأم. وبنعرف كمان إن توأم جوردن قطع صباع إيديه علشان يكون بالظبط زي جوردن، وعلشان محدش يقدر إنه يكشف سرهم برضه. وبنعرف بعد كده إن أنجر مش هو اللي مات في الليلة دي، وإنه لما كان بيدخل الجهاز اللي عمله تسلا كان بيستنسخ منه شخص كل مرة، وإن أنجر بيكون هو اللي في الجهاز، لكن كل مرة كان بيستنسخ منه حد كان بيقع في المية وما كانش أي حد بينقذه علشان يفضل دايما اللي عايش هو أنجر الحقيقي وبس. بنشوف بعد كده جوردن وهو بيبدل مكانه في السجن مع توأمه، ولأنهم بيكونوا شبه بعض محدش بيقدر إنه يفرق ما بينهم، وبيخرج جوردن من السجن وبيقدر إنه يرجع لبنته وبيتعدم توأمه بداله. ولحد هنا بيخلص فيلمنا النهارده. لو عجبتك حدوتة النهارده دوس لايك وشير، وما تنساش تعمل سبسكرايب لقناتنا قناة الباش ملخصاتي، ولو انت مش مشترك في القناة اشترك دلوقتي، وما تنساش تفعل زر الجرس علشان يوصل لك مننا كل جديد. الفيلم ده كتبه أحمد عبد الله وسجله عبده فتحي. سلام.